سواء اختلفنا على حب البامية أو اتفقنا، هقولك النهاردة على طريقة للشعر تستخدمي فيها البامية بجد حكاية. يلا بينا نشوف هنستخدمها ازاي. أول خطوة هنحتاج نعملها، هقطع الراس بتاعة البامية دي وهقسم الجزء اللي فاضل ل3 أجزاء أو جزئين حسب حجم البامية. البامية فيه جواها جيلاتين اللي بيمط ده واحنا بنقطعها واحنا بناكلها، هو ده اللي احنا هنستخدم منه الحاجة اللي هنعملها النهاردة وهي كرياتين الشعر. هقطع كل كمية البامية اللي عندي بالشكل ده. بعد ما قطعت كمية البامية بتاعتي كلها هحطها في بولة وهنزل عليها بشوية من المية السخنة جدا وهسيبها تتنقع حوالي ساعتين. بصوا يا جماعة، بعد تقريبا ساعتين من النقع او كمان دي فترة اقل، المية ابتدت كلها تتحول للسائل. انا حاسة انها هتطري شعري من قبل ما استخدمها. هبدأ اصفيها عشان اقدر استخدم السائل اللي طلع عندي ده. عايزة اقول لكم ان انتوا كل ما تسيبوها كل ما السائل ده هيكون لزج اكتر. هبدأ انزل شعري في البولة بتاعتي في الليكويد بتاع النقع ده. انتوا شايفين شكله عامل ازاي وهو من غير هايش، شكله مقصف. دلوقتي انا هلفه وهسيبه حوالي نص ساعة وهرجع اوريكم شكله بقى عامل ازاي. انا معتبرة نفسي لقيت بديل الكرياتين. انا شعري ويفي اصلا، والاطراف دي انا صعبان عليا اقصها لان انا بطول شعري، فبجد انا حاسه ان هو قد ايه طري، قد ايه بيلمع، شكله جميل جدا من غير مجهود. حاجه يعني تقريبا موجوده في الموسم اللي احنا فيه ده في كل بيت. فعلا اقدر اسميه بديل الكرياتين. جربوه وقولوا لنا رايكم ايه.